انا اعرف ان الواحد لو هيعمل فرحه في امريكا هيتمنى انه يعزم فيه ناس مثلا زي كيانو ريفز او توم هانكس او القمر انجلينا جولي، ولو هيعملوا في ام الدنيا هيجيب الهضبه عمرو دياب او الغوريلا والباندا وشلبي سلوفان، ولو اتدحضر بيه الحال قوي هيجيب شاكوش يطلع اوت اوف تون ويخلي ودانه تجيب دم. لكن ايه اللي يخلي انسان عاقل وناضج يعمل في نفسه كده؟ طب مبدئيا كده علشان نبقى متفقين، ده مش واحد لابس ماسك ومش حمار، وللامانه برضه مش هو العريس، ده حيوان اللاما واسمه توم، يعني حيوان عنده شخصيه وكاريزما وكيان مستقل بذاته. الصور اللي قدامنا دلوقتي دي من فرح اتعمل في ولايه اريزونا في الولايات المتحده الزفتيه، والحكايه باختصار شديد ان العروسه بتحب حيوان اللاما اكتر من الراجل اللي هتتجوزه، لدرجه انها كانت عاوزه تتبنى واحد منهم بس ما حصلش نصيب. تقوم بقى ايه الولية امها مغفله العريس علشان تفاجئ بنتها وتروح تتصل بمزرعه مواشي اسمها لاما ادفنتشر، وقالت لهم انا عاوزه لاما يجي يحضر الفرح بتاع بنتي ويبقى من اصحاب العريس ويمسك معاه بوكيه ورد ويمسك برضه الخواتم، كان ناقص بس تقول لهم وهو اللي هيدخل على بنتي. المهم ان اصحاب المزرعه ما كدبوش خبر وراحوا بعتوا لهم توم انضف لاما عندهم، وراحوا ملبسينه بدله شيك يمكن اشيك من البدله اللي انا كنت لابسها في فرح اسلام اخويا، ومسكوه بوكيه الورد والخواتم، بس قبلها اكلوه فراوله كتير جدا عشان توم يتكرم ويرضى انه يوافق يروح يحضر الفرح ده معاهم. المزرعة دي بتأجر اللاما اللي عندهم وبتخليهم يروحوا يحضروا أي مناسبة مقابل $150 للساعة الواحدة، يعني لو عندك فرح أو عيد ميلاد أو حتى طهور ممكن تتصل بيهم ويبعتوا لك واحد متشيك زي توم كده يشرفك قدام نسايبك، هيحضر المناسبة في هدوء ويتكل على الله. بس أنا عارف حظكم فقريين زي صاحب القناة اللي بتسمعوها دلوقتي، ومش بعيد أول ما اللاما يشوف وش أي واحد فيكم في أي مناسبة يعمل معاه الحركة القذرة دي. أنت بتاكلي وتمشي. اهو يا اخي سبحان الله العبث ده، وتوم كله على بعضه انا مش قادر اشوفه او اتخيله غير كده. الحمار اكل دكتور شيحة. لا لا ما تقلقش، ده هو اصلا حمار. يعني هو اصلا شكله كده؟ وانا اللي فاكر ان جسمي وحش. الحمد لله يا رب. استنى بس قبل ما تحلم، انت جسمك وحش فعلا. عموما الحمد لله ان توم مش هو العريس، وفي نفس الوقت هو حيوان كامل مش نص بس، اللاما حواراتها كتير قوي بره، عشان كده في حلقه تانية هبقى احكي لكم عن البغل ده اللي اتجوز نتايه منهم ودخل عليها بجد.